انت يعني بتقولي اتحرمتي من الحنية باباكي، هو يعني باباكي موجود؟ بابايا ماليش علاقة بيه ولا هو ليه علاقة بيه، موجود بس مش موجود في حياتي خالص. يا السنين المسروقين مني في هوا. انا بشوف ان مستحيل، ممكن يبقى انت اللي غلطانة، ممكن مش عارفة حاسبة على الكلام ده. هتحاسب، انا بني ادمة ظالمة، ربنا يحاسبني. انت عايزة تقولي له ايه؟ طيب مش عايزة اقول حاجة. حاجة يمكن يبقى كويسة. لا عايزة. اصل اكيد هيسمع، اكيد هيسمع. محتاجة اي حد، ولا محتاجة اهل، ولا محتاجة اصحاب، ولا محتاجة حب مثلا اهلي او ابويا او ايا كان. كنت زمان كنت محتاجة، دلوقتي لا. ايه اللي اتغير؟ ما اعرفش، ما بقتش حاسة في حاجة اسمها اب اصلا. يعني مش يعني ما اعرفش اصلا يعني ايه مثلا، يعني ايه اب في حياة بنته. ما اعرفش، وما اعرفش يعني ايه مثلا ايه لزوم الاب في حياة بنته. او مثلا يعني في مواقف كتير قوي تعرضت ليها، كنت عايزة بابايا يبقى معايا وانه يدافع عني وكده. خذلني، يعني قال لي اكيد انتي اللي غلطانة وانا ماليش دعوة بالموضوع. يعني مع ان الحوار ده جه على بنته. يعني انا بعد ما قفلت معاه انا وقعت من طولي وتعبت ودخلت المستشفى. يعني انت حتى لو انا غلطانة، المفروض حتى ان انت، انا بنتي ما بتغلطش قدام اي حد، بس مش عشان خاطر مصلحتك تخلي حياتي كلها هي اللي تبقى بايظة. تقريبا عمري في حياتي ما حسيت بحنية اب، او مثلا يعني انا كنت بشوف اصحابي كان بيبقى معاهم ابهاتهم وامهاتهم وكده. انا الوحيده اللي ما كانش عندي حد، كان حقي. يعني اهلي كانوا بيدمروني وقدام عينه برضو ما جابليش حقي. اتظلمت كتير، فما مش حابه الفكره، مش حابه ان انا. طب انا ينفع اقول لك حاجه؟ هو باباكي، بس انا شايف ان هو مهما عمل هو باباكي، فهو حتى لو وحش، حتى لو هو يعني اوحش الناس في الدنيا، فانا شايف برضو ان انتي مطلوب منك ان انتي تحاولي على الاقل تسالي عليه. هو رفض السؤال ده خلاص، بس حاولي حتى تسالي عليه، تكلميه، يعني تفكري تعيدي عليه حتى السنه للسنه. ولو هو رفض خلاص، بس عشان انتي بس ما تتحاسبيش قدام ربنا. ما مش هتحاسب قدام ربنا ان انا عملت كتير، بس ما تردش غير بالشر. مش كل الاهل بينفع نقول عليهم اهل، ولا كل اب وام ينفع نقول عليهم اب وام. الاب والام هم اللي بيربوا، هم اللي بيدوا حنيه، هم اللي بيدوا عطاء لاولادهم. ما كنتش محتاجه منهم فلوس، ما كنتش محتاجه منه مصالح. لا انا يعني الحمد لله اللي ممكن اللي هو بيعمله في ايام وشهور وكده، انا ممكن اعمله في يوم، الحمد لله. ما شاء الله. فبس انا مش محتاجه حد منه. مش ما لقيتش مثلا حنيه مثلا مع اب، او مثلا ما لقيتش. حياتي كلها كانت ضرب وحاجات غريبه مش عايزه اتكلم فيها عامه، بس ممكن ده يكون هو السبب. انا ما بعملش حاجه في حياتي غير ان انا بعيط بس. ودلوقتي انا بحاول اقف على رجلي تاني، وان انا اشتغل وان انا اعمل. بس انا الحمد لله يعني لما وقفت على رجلي اللي هو اشتغلت، وفتره قصيره عملت حاجات، لان انا عندي الطاقه ان انا عايزه اعمل، عشان انا ما اتعودش ان انا استسلم. طيب انت قلتي عشان نتكلم حاجه حلوه، انت قلتي مامتك الوحيده اللي معاكي دلوقتي، قولي لها حاجه كويسه بقى. امي دي يعني انا لو هموت عشانها ما يغلاش حياتي عليها بجد. انا امي دي فوق اي حد واحسن من اي حد. على الاقل ما يعني لما يوم ما انا هما كانوا عايزين يموتوني وضربوني وكده، ما هي الوحيده اللي جت ونقذتني منهم، فالحمد لله. طلعها عمره. يا طنط ان شاء الله لما ربنا يكرمها، يعني لو ما طلعتكيش عمره تعالي قولي لنا. باذن الله والله ناويه ناويه والله، نية لله.